في ناس فاكره ان هي تاكل براحتها وبعدين تنزل الجيم ساعه وكده خلاص الموضوع انتهى. الناس تقول لك انا هاكل بيتزا وكنافه وعصير وبعدين انزل التمرين احرقهم كلهم. حبيبي انت محتاج تجري ماراثون من هنا لاسوان علشان تحرقهم. هل فعلا الرياضه لوحدها تكفي عشان التخسيس ولا في حاجه تانية؟ تعالوا نفهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم على قناه دكتور دايت، معكم الدكتور احمد ابو المعاطي. وحلقة النهاردة هتكون عن سؤال مهم جدا جدا جدا: هل الرياضة لوحدها تكفي عشان أخس؟ يعني أنا لو باكل براحتي وبتمرن ده كفاية؟ الإجابة هتصدم ناس كتير. خلينا نقول الحقيقة الصريحة، التخسيس يعني سعرات داخلة أقل من السعرات الخارجة، يعني لازم يكون فيه عجز في السعرات. طب الرياضة بتعمل إيه؟ بتزود الحرق، بتحسن الصحة، بتقوي العضلات. لكن هل هي تكفي لوحدها؟ غالبا لا. تعالوا نحسبها كده: سندوتش برجر وبطاطس وكولا حوالي 1000 سعر. تعرف تحرقهم ازاي؟ ممكن تحتاج تجري لأكتر من ساعة. يعني انت كلت في 10 دقايق وهتحرقهم في ساعة. فببساطة الأكل أسهل بكتير من الحرق. ليه بقى الرياضة لوحدها مش كفاية؟ لأن الحرق من التمرين محدود، مش زي ما الناس فاكرة، وممكن تاكل زيادة من غير ما تحس. ولأن جسمنا أحيانا بيعوض الحرق بالجوع. يعني تتمرن تطلع من الجيم تقول أنا استاهل وجبة مفتوحة. يعني الكلام ده معناه ان الرياضه ملهاش لازمه؟ لا طبعا، الرياضه مهمه. تحافظ على العضلات، ترفع الحرق، تحسن شكل الجسم وتخليك تبان فورمه مش بس رفيع. يعني باختصار الرياضه مش كفايه لوحدها، بس من غيرها هتخس بشكل مش كويس. طب الحل ايه؟ افضل نتيجه بتيجي من اكل مظبوط، عجز سعرات، ورياضه مقاومه وكارديو ونوم مظبوط. يعني مش تختار بينهم، تجمعهم التلاتة. يعني مش تروح الجيم تتمرن ساعة وبعدين تكافئ نفسك بفرخة مشوية ورز وحلويات وندم كتير. خليني اقولك الخلاصة: لو انت بتتمرن بس ومش مظبط اكلك يبقى انت بتتعب نفسك من غير نتيجة حقيقية. ولو انت مظبط اكلك من غير رياضة هتخس بس مش هتوصل للشكل اللي نفسك فيه. لكن لو جمعت الاتنين هنا بيبدأ التحول حقيقي، في الشكل أو في الوزن. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واكتب لي في الكومنت هل كنت فاكر إن الرياضة لوحدها كفاية؟ كان معكم دكتور أحمد أبو المعاطي، ودي قناة دكتور دايت. ما تنساش تابع القناة عشان الحلقات الجاية فيها أسرار أقوى: إزاي تزود الحرق بذكاء، وأكل يخليك شبعان وتخس، وأخطاء بتبوظ الدايت من غير ما تاخد بالك. يعني اللي جاي أقوى وأجمد ومش هينفع تفوته. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.